من أكتر المشاكل اللي بتقف قدام فنانين الريزن وبالأخص الناس اللي لسه في الأول، ازاي نقدر ندخل صورة جوه الريزن من غير ما يحصل لها أي حاجة وتبوظ أو الحبر بتاعها يبوظ أو ألوانها تبوظ. كل التفاصيل دي النهاردة في الفيديو هتتعلموا معايا 3 طرق مختلفة ازاي نقدر نحتفظ بالصورة بتاعتنا جوه الريزن وندخلها. أول طريقة معانا وهي الستيكر، والستيكر دوت انتوا تقدروا تعملوه أو تشتروه. ستيكر زي دوت زي بتاع رمضان يجمعنا. شايفين يا جماعة هي شيت ستيكر شفاف، انتوا بتروحوا للمطبعة البرينتر او لو انتوا عندكم برينتر وتطبعوا على ستيكر شفاف زي ما انتوا شايفين كده، وطبعا دي طباعة ليزر. خلاص بعد ما نطبعها كده بيبقى عندنا الشفافية، شايفين الشفافية اللي حوالين الكلمة. يعني لما نحط رمضان يجمعنا وهي شفافة كده على ستيكر احسن طبعا لما نحط عن ما نحطها ابيض، لان ممكن نحطها على لون ريزن مختلف. هنا كمان الستيكرز دي انا شارياها من علي اكسبريس، ومعنى كده ان انت تقدري تشتري اي ستيكرز من اي مكتبة وتستخدميها، او كمان ستيكرز عند ولادك فممكن تستخدموا فكرة الستيكرز. وهنا انا جربتها قبل كده في الكوستر دوت وعملت الفيديو ده معاكم قبل كده، وشايفين شكلها طلع تحفة ازاي. ودي كانت اول طريقة هنعرفها ازاي نقدر ندخل الصور، وهي عن طريق الستيكرز. تعالوا نشوف عملناها ازاي. اول حاجه يا جماعه انا بعد ما عملت الريزن اهو زي ما انتوا شايفين وسيبته شويه لدرجه ان الالوان اهي الريزن اتحرك معانا شويه ويعني بقى لازق شويه انما ما نشفش خلاص. وبدات احط الستيكرز بتاعتي. طيب احنا ليه ما حطيناهوش من الاول خالص والريزن سايح؟ لو كنا حطيناه وهو سايح كان زمانه نزل مننا تحت غطس، وطبعا ده كان غلط وهيبوظ. خلاص. طيب انا حطيت هنا الستيكر ليه دلوقتي وهو لزج؟ لان بقيت مراحل الكوستر دوت لما هتشوفوها ان انا هجيب ورق دهب وهبدأ احطه في القطعة بتاعتي. فعشان كده انا كنت عايزة ان لازم يبقى الريزن بتاعي ايه؟ لزج، مش ان هو يبقى ناشف. هتشوفوا دلوقتي انا هبدأ اعمل ايه. هبدأ اجيب بعد كده ورق الذهب واحطه بين الفراش، وبكده اكون انا حطيت الستيكرز بتاعتي علشان بعد كده نشوف المرحلة التانية ايه. خدوا بالكم من حاجة، ان ما يكونش فيه يا جماعة تحت الستيكرز دي هوا خالص. انتوا لما تحطوا الشكل ابدأوا اضغطوا عليه بالذات ما يبقى الريزم بتاعنا لازق كده. فلما نيجي نحطها اضغطوا على الشكل من وسط الصورة لبره بالخلة بأي حاجة عندكم عشان تضمنوا ان مفيش اي بابلز. معلش هنا الكاميرا كانت مغيمة شوية، انا بدأت هنا بعد ما حطيتهم والطبقة بتاعتي نشفت خلاص. بدأت حطيت عليه طبقة شفافة، والطبقة دي طبعا عشان نحافظ على الستيكر ويبقى قوي وجميل زي ما انتوا شايفين. هنا بقى هتلاقوا الطريقة التانية لاستخدام الستيكر، ودي كانت حامل المناديل بتاع رمضان، وبرضو انا عملته معاكم في فيديو من الفيديوهات. ان شاء الله يا جماعة الفيديوهات اللي انا بوريها لكم في الفيديو دوت هبقى احطها لكم في صندوق الوصف اللينكات بتاعتهم، وهحاول احطها لكم كمان في الكروت وفي الفيديوهات المقترحة. زي ما انتوا شايفين انا استخدمت هنا الستيكر برضو، والستيكر ده انا كنت طبعاه في المكتبة بنفسي، مخليهم يطبعوا لي على ستيكر شفاف، وهو طبعا بيتبع ليزر. انا هنا ركبت واحد بس هركب التاني معاكم. طبعا بيبقى الطريقة التانية، يعني الطريقة الاولى احنا ركبنا والريزن لزج شوية خلاص. بس الافضل يا جماعه لنتيجه حلوه كمان ان هو يبقى على ان هو ناشف كده، كمان النتيجه بتاعته بتطلع حلوه قوي. بس زي ما انتم شايفين اهم حاجه بتطلعوا من تحتيه اي هواء، ما يبقاش فيه اي هواء تحت الستيكر فيبقى ظاهر معانا. وبعد ما نخلص نروح حاطين عليه ريزن شفاف طبقه رفيعه كده علشان نحمي الستيكر بتاعنا، ويبقى كده خلصنا. خدوا بالكم من حاجه ملحوظه مهمه قوي لما تيجوا بقى تشتغلوا عليه زي ما انا بعمل كده بالخشبة. لو كحطوا زيادة شوية على الستيكر احتمال الاسود دوت يطلع معانا، فدي حاجة مهمة ان انتوا تاخدوا بالكم منها. وبكده تكون دي اول طريقة احنا اتعلمناها مع بعض ازاي نحتفظ بالصورة، وهي عن طريق الستيكر. اما ان انتوا تطبعوه او ان انتوا تشتروه جاهز، ولا الا تحطوه على طبقة لزجة لو انتوا لسه هتكملوا عليه مراحل، او ان انتوا تحطوه بعد ما تكون الطبقة الاولانية نشفت خالص وتلزقوه بالستيكر بتاعه لان هو اوريدي في ستيكر. وبعد كده بنحط عليه طبقة ريزن للحماية. معلش الجنجون حاضرة معانا يا جماعة الفيديو.
نحط عليه طبقة ريزن كده للحماية، وكمان بالتورش كده نمشي عليه عشان نتأكد ان مفيش بابلز، وبكده تكون الطريقة الأولى خلصت. تعالوا نبدأ نشوف الطريقة التانية. وتاني طريقة عندنا وهي الطريقة الطباعة على الستنسل، أو في بعض الأماكن بيسموه فيلم. اوكي. ممكن ده يستخدم بالاكتر لما بنبقى عاملين في طباعة بتاعة القص بتاع الفينيل، الكتابة بالفينيل. بيبقى ساعات في ايات قرآنية خطها صغير جدا جدا، ودي بتبقى صعبة جدا ان هي تتعمل بالفينيل، وقتها بنعملها بالفيلم. وزي بالظبط العليقة اللي ظاهرة عندكم دي، انا كنت شغاليها برضو، جايبة القطعة دي اسمها طباعة فيلم عندنا هنا في قطر، وكنت مستخدماها. دي يا ترى بتتحط بقى لما الريزن يبقى ناشف ولا وهو لسه طري؟ فبالظبط كده وهو لسه طري. انا بعد ما لونت القطعة بتاعتي زي ما انتم شايفين، وطبعا يا جماعة العليقة دي كمان موجودة في الفيديوهات بتاعت القناة، وزي ما قلت لكم هتلاقوا اللينكات كلها في الديسكريبشن بوكس للفيديوهات اللي هتظهر معانا في خلال الفيديو دوت، ومعمولة بقطاع حديد، واللي عايز يعرف الطريقة يروح للفيديو. المهم نرجع لمرجعنا. زي ما انتم شايفين كده انا بجيبها وبروح حطاها في وسط الريزن، وبحاول اطلع منها الهواء، واحاول اغرزها في الريزن واحط عليها طبقة ريزن علشان تحميها. الفرق هنا ايه؟ ان هنا هيبقى في عندي اطار خارجي ظاهر. لو احنا قارنا بينها وبين طباعة الفينيل مثلا، قص الفينيل، ان الكتابة لو معمولة بالفينيل بيبان الذهبي بس ما بيبانش اطار، انما هنا لا، هنا بيبان الاطار الخارجي بتاع الكلمة نفسها. مهم جدا ان هنا يكون الريزن بتاعنا طري. في الستيكر كان في احتمال ان لو الريزن ناشف نقدر نستخدم الستيكر، انما هنا لا، ما ينفعش خالص. لازم ده تتحط على قطعة هي اوريدي طرية لسه، او ان احنا نحط طبقة ريزن كده زي ما انتوا شايفين. انا هنا هكمل واحط حبة احجار عشان افنش العليقة بتاعتي. خدوا بالكم ان تالت طريقة هي اوفر طريقة، اسهل طريقة، اسرع طريقة للمزنوق في البيت. ان لو انت جاتلك الفكرة وعاوزة تعمليها على طول، هتعملي ايه ومش عاوزة تنزلي مكتبة؟ طب وبعدين الحل ايه؟ كل دوت هيبقى في الطريقة الثالثة، فكملوا معايا الفيديو، اوعوا تمشوا وتسيبوا الفيديو من عند هنا. وكمان لو انتم متابعين جداد فاهلا بيكم في القناة بتاعتي. لو مهتمين بالريزم فهتلاقوا كورس ريزم مجاني موجود على قناتي، وكمان هتلاقوا فيديوهات وابتكارات وكل حاجة، حتى كل الحاجات اللي ظاهرة معاكم في الفيديو موجود لها فيديوهات كاملة بالتفصيل من الاول للاخر على القناة. ابعتوا لي في الكومنتات، اكتبوا لي في الكومنتات انتوا بتتابعوني من اي بلد، وكمان لو في فيديو معين بتدوروا عليه ومش عارفين توصلوا له على القناة اكتبوا لي في الكومنتات وانا هقول لكم. نيجي بقى لتالت طريقة وهي المهمة جدا، لان دي اكتر حاجة بتسعف. الطباعة دي يا جماعة ليزر، انا كنت عاملاها وقت ولادة بنتي عشان التوزيعات، بس ممكن تعملي الطريقة دي على طباعة ليزر او طباعة برينتر عادية خالص. خلاص، اللي احنا هنعمله ايه؟ احنا كأننا هنجلد الصورة بتاعتنا، فانتي تقدري تبقى صورة شخصية اساسا اللي هي الطباعة بتاعت المعامل بتاعت التصوير، او ان هي طباعة انت عاملاها ليزر، او عاملاها مش ليزر طباعة عادية، او حتى صورة انت قصاها من مجلة او من كتاب، تقدري ان انت تجلديها. وهي دي ميزة الطريقة دي، ان هي سهلة وفي السريع تقدري تعمليها، ومش لازم تنزلي تروحي مكتبة علشان تطبع لك ستيكر او تطبع لك فيلم. هاتي الصورة اللي انت عاوزاها وغلفيها. طب نغلفها بايه؟ ممكن زي ما انا بعمل كده، دي شيتات A4 ورق ستيكر انا بشتريه، اسمه ورق ستيكر شفاف، تقدري تجيبيه وتغلفي بيه الصورة كده. بتحطي طبقة الورقة الستيكر دي من فوق، وبتحطي طبقة زيها من تحت، وتبدأي تدوسي على اطرافها وتطلعي كل الهواء اللي فيها، تتأكدي ان الهواء كله طلع، وبعد كده تبدأي تقصيها. لازم لما تقصيها تكوني سايبة حوالي 2 ملي اطار كده حوالين الصورة، علشان تضمني ان الصورة مش هيدخل لها اي طبقة ريزن خالص. ولما تقصيها كمان تضغطي بايدك على ال2 ملي اللي انتي سبتيهم دول، عشان تضمني ان هما قافلين 100% ومفيش اي هوا بينهم. خدوا بالكم من حاجة، ان طبعا البديل للورق دوت السولوتيب، وطبعا السولوتيب التخين احسن من الرفيع، لان الرفيع انت هتحتاجي تعملي طبقات طبقات، فيبقى مثلا في خطوط ظاهرة. فالافضل ان انت تشتغلي بالسولوتيب العريض علشان الصورة تطلع احسن.
الطريقة دي هتحمي الصورة جدا جدا. وبالطريقة دي انا كنت عاملة حرف الايه دوت هدية لبابايا، وكنت حاطة صور عيلتنا كلها فيها، وكنت عاملة بالطريقة دي. تعالوا شوفوا انا عملته ازاي. نفس الورق الستيكر اللي قلت لكم عليه، وكنت مقصقصة الصور كلها، والصور دي كنت طبعاها على ورق جلوسي، وبعدين بدأت ارصها كده بعاد عن بعض عشان يبقى عندي مساحة اعمل 2 مللي لكل واحد في الصورة، علشان خاطر اضمن ان الريزن مش هيدخل لهم. وبعد كده رحت تانية وعاملة كمان الظهر، وبدأت بقى أضغط عليهم حلو جدا جدا، وأبدأ أطلع أي هوا موجود، وأبدأ أقصقص في القلوب بتاعتي. خلاص، اهم حاجة يا جماعة ان احنا شايفين انا بالعصاية دي كنت بدوس على اطراف الصورة عشان اتأكد واطمن ان مش هيدخل لها اي ريزن، وان الطبقات دي قافلة على بعض. متابعيني الجامدين اللي على طول بيتابعوني، تنسوش ان اللايك بتاعتكم دعم كبير قوي ليا، وبتشجعني ان انا اقدر اكمل. وفي الطريقة دي انا استنيت لما الريزن بقى لزج علشان الصور بتاعتي ما تغرسش لتحت، وحطيت القطع بتاعتي، وبعد كده استنيت شوية لما الطبقة نشفت، جهزت حبة من الريزن الشفاف عشان احطه كطبقة نهائية علشان تحافظ لي على الصور. الطريقة دي يا جماعة مضمونة جدا وحلوة جدا، وهتطلعوا منها الصور ممتازة وحلوة خالص، فاعملوها وانتم مطمنين. هاتوا بس الشيتات الستيكر، ولو هتستخدموا سولوتيب لازم تكونوا متأكدين ان السولوتيب خامته حلوة، لان السولوتيب يا جماعة لو ما قفلش على بعض كويس الريزن هيدخل للصور وهيبوظها. وزي ما انتم شايفين هنا كان الحرف خلص، والنتيجة بتاعته كانت هايلة. وحتى الصور شايفين ازاي بتلمع وحلوة، مش مثلا بهتانة ومش باينة، لا. وطبعا دوت بيعتمد على الطباعة. ثانيا الستيكر او السولوتيب لما بيتحط بيديها لمعة اكتر، بيبقى شكلها حلو قوي. يا رب تكون الطريقة واضحة لكم. خلاص، وبكده نكون عرفنا خلال الفيديو دوت 3 طرق مختلفة علشان نقدر نحافظ على الصور بتاعتنا ونقدر نحطهم في الريزن. اتمنى اكون انا قدرت اجاوب على السؤال اللي بيجيلي كتير قوي ومحير ناس كتير قوي لسه بادئه في شغل الريزن. واستنوا مني فيديوهات كتير، وما تنسوش تكتبوا لي تحت ايه المشاكل اللي بتواجهكم وعاوزيني اعمل عنها فيديوهات. وما تنسوش ان اللايك من غير فلوس بس بيفرق معايا كتير. شكرا جدا ان انتوا مكملين الفيديو لغاية هنا. استنوا مني فيديو جديد. سلام عليكم.